اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. بعدنا النهارده مع حلقه جديده من مسلسل وو جانججي. خلوني اقول لكم ان المسلسل ده حقيقي اجمد مسلسل ممكن تبداوا بيه السنه الجديده، لانه اكشن بس من نوع خاص وبيبين الصراع بين القوي والضعيف. لو انت بقى ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقوا اللينك في وصف الفيديو تحت. شوف الحلقات اللي قبل كده وتعالى كمل حلقه النهارده. كان الملك شيشينج عايش وسط البشر، وعلى عكس كل الملوك كان بيتعامل معاهم كويس جدا، فقرر تيان انه يعلمه درس ما ينساهوش. فبعت له شينكو والفارس الاحمر وقفوه، قالوا له انه مفيش فايده ابدا من هروبه. فترجى شيشينج الفارس الاحمر انه يسيب خطيبته مينج يو وهو مستعد يروح معاه لاي مكان. ولما جت شينكو حاول يفهمها ان البني ادمين مش مجرد قرود زي ما هم فاكرين، لان ليهم انجازات كتير والملوك من غيرهم ما تقدرش تعيش اصلا. بس هي قالت له انه طالما لسه مصمم على رايه وبيفكر بالطريقه دي يبقى يستحق العقاب، وجهزت مصفوفه فيها لعنه خلته يفقد بيها كل ذكرياته، وفعلا نسي حتى شكل خطيبته اللي عاد الكل علشانها. وخطيبته ماتت جنبه على الارض بطريقه بشعه جدا ومأساويه. بس كل ده ما افتكرهوش بعد كده، وتحول لوحش هو وكل سكان المدينه اللي بقت مدينه الاشباح. وبعد ما قتلوا زيو انتقل لعالم الارواح، وهناك قابل طائر الفينق وعرض عليه انه يتحد معاه زي ما اتحد قبل كده مع الملك شانج، وانه لو وافق هيديله قوه كبيره. فوافق شيشينج واتحدوا هما الاثنين مع بعض، وبقى جسمه كله عباره عن نار وطلع له جناحات من نار. وبنشوف باي كاي وهي في عالم التلج، واللي اخدها المكان ده هو نيرا كيسن ملك العالم المظلم او عالم الجنيات. ولا ان العالم ده يعتبر زي الارض بالظبط، لان عندهم اراضي وجبال وبحار وكل حاجه، بس الفرق الوحيد هو ان في مخلوقات غريبه ورا لها وحش الجبل. ولا انهم كانوا عايشين في سلام، بس الملوك ما عجبهمش كده، وكانوا عايزين يستولوا على ارضهم وكنوزهم ويستعبدوهم، ومن وقتها بقوا في صراع مع بعض. وبقوا كل ما يشوفوا حد منهم على الارض يقضوا عليه، وحكموا عليهم يعيشوا تحت الارض في العالم المظلم. بس هو قرر انه ياخد كل شعبه ويرجع بيهم تاني على الارض ويقضوا على كل الملوك، لكن قوتهم الحاليه ما تسمحش انهم يعملوا كده لوحدهم. وعشان كده هو بيدور على حد يتحد معاه ويساعدوا بعض لحد ما يحولوا العالم ويخلوه مليان عداله ومساواه بين الكل. وطلب منها تكون اول واحده يتحد معاها. ولما قالت له انها مجرد بشريه عاديه وما عندهاش اي قدرات تقدر تساعده بيها، قال لها انها غلطانه، لانه شايف ان عندها قدرات كبيره بس لسه هتطلع في الوقت المناسب، بس لازم تثق في نفسها. وقال لها انه هيعلمها حاجات كتيره بس لازم تخلي الموضوع سر بينهم. فوافقت ورجعت للقبيله علشان ما يلاقوش عليها. بعد ما وو جينج قابل عمه وقتل الملك شي شينج، راح مع الجزيره لوحدهم علشان يعلموا لتشاي، واضطر انه يسيب باي شاي مع آلان وباقي القبيله. ولما عدى الوقت هو مرجعش، اتمنت باي كاي انها تشوفه قريب. ولما كونكو اخدت بالها راحت قعدت معاها وقالت لها لازم اول ما وو جينج يرجع يتجوزوا هما الاثنين، لان الحياه قصيره ويا عالم ايه اللي ممكن يحصل، فلازم يلحقوا يعيشوا مع بعض. والحاجه اللي ما كانتش متوقعه انها تحصل خالص هي انهم لقوا شينكو والفارس الاحمر جايين من وراهم. وقالت شينكو لكونكو انها صاحبتها ومتربيين مع بعض في القصر الملكي، وكانوا كل يوم يروحوا المدرسه ويلعبوا مع بعض، وان بقالها فتره فهمها غلط وبتعاملها انها عدوتها. ولما حس باقي الموجودين في القبيله بوجود الملوك راحوا لهم جري واستعدوا انهم يهجموا عليهم. بس شينكو سكتتهم وسالتهم استفادوا ايه من قتال الملوك لمده سنين طويله، غير ان مات منهم كتير ونسيوا معنى الامان خالص. في الوقت اللي الملوك ما تأثرتش ولا خسرت أي حاجة، بالعكس كانوا بيتسلوا بقتالهم. وحتى كبيرهم والدها فوشي كان طول الوقت مسافر ومش مستقر في مكان، لأنه دايما هربان وخايف من الملوك، لحد ما قرر إنه يتحالف معاها، وهو حاليا عايش معاها في القصر الملكي. طبعا معظمهم ما صدقهاش وقالوا عليها كدابة، لكن للأسف في منهم صدقها وانضم ليها كمان، وكانت آلام من ضمنهم. وحاولت كونكو تفوقها وتقنعها إنها ما تروحش معاهم، بس لما لقت مفيش فايدة سابتها براحتها. اما شينكو فبعد ما كانت بتمثل الطيبه وانها صاحبتهم، امرت الفارس الاحمر انه يهجم على الباقيين اللي قرروا انهم ما ينضموش ليها. فاخدت كونكو باي كاي وحاولت تهرب بيها، لانها عارفه ان باي كاي مش هتعرف تقاتل ولا هتستحمل القتال. بس شينكو ما سابتهاش وراحت وراها، والمره دي خلت اصحابها واعضاء القبيله هم اللي يقفوا في وش زعيمتهم القديمه، وقالوا لها انها بتعمل غلط ولازم ينصحوها ويمنعوها من الغلط ده، وفضلوا يطاردوها. وعرفت شينكو من آلان كل المعلومات عن وو جينج، بس لحسن الحظ انها ما كانتش تعرف مكانه بالظبط. ونجحت كونكو مع باي كاي انها تهرب وترجع لاولادها وباقي القبيله، واستخبوا علشان ما حدش يعرف يوصل لهم. فكانت مسؤوليه باي كاي انها تسكت ابن كونكو المولود الصغير علشان صوته ما يطلعش ومكانهم يتكشف، لكن برضه وصلوا لها لانهم كانوا عارفين طريقه تفكيرها وعارفين الاماكن اللي ممكن انها تستخبى فيها. ففكرتهم كونكو انهم 10 سنين وكتير ضحت عشانهم، بس للاسف الغباء كان ملأ قلوبهم ورفعوا عليها السلاح واستعدوا بهجماتهم علشان يقتلوها. فاضطرت هي كمان انها تمسك سلاحها وتهاجمهم، والحقيقه انها ما كانتش زعيمه من فراغ، لكن كانت عشان قويه جدا لدرجه انها قضت عليهم بسهوله وبحركه واحده. وكان ولادها مع باي كاي بيتفرجوا عليها، واستغربت باي كاي من قوتها، فقالوا لها الولاد ان دي قوه طبيعيه اتولدوا بيها،
وهما بيتكلموا لاحظوا ان شينكو والفارس الاحمر رجعوا تاني، فاخدت كونكو شويه من القبيله وجريوا بعيد عن الباقيين علشان ما تعرفش شينكو انها توصل لهم. فأمرت شينكو الفارس الأحمر إنه يقضي على كونكو علشان لو عمل كده تبقى القبيلة كلها ماتت لأنها الزعيمة. وفعلا جري الفارس الأحمر هاجمها، ولما صد ضربات وقال لها إنها فعلا قوية بس قوتها مش كافية أبدا علشان تموته، ولو عايزة تنقذ نفسها يبقى لازم ترمي السلاح وتستسلم. فغمضت عينيها وقالت له يموتها لأن الموت عندها أحسن من إنها تعيش مذلولة. فرفع إيده واستعد إنه يقتلها، وفضل زونج زي يصرخ ويترجاه ما يعملش كده بس من غير فايدة. وفجأة لقوا الأرض بتتزلزل بيهم، ولما انتبهوا للسبب كده لقوا كرة نار وقعت عليهم من السماء، وظهر شي شينج واتفاجئوا كلهم إن لسه عايش، وكان شكله وطريقة تفكيره كمان مختلفة لأنه اتخلص من اللعنة ورجع ملك طيب زي زمان. وقال للفارس الأحمر يبعد عن طريقه لأنه مش هدفه، وكان عايز يوصل لشينكو لأنه عايز ينتقم منها على كل حاجة عملتها معاه. وأول ما وقف قدامها افتكر كل حاجة عملتها فيه وفي خطيبته، وافتكر لما فضل يترجاها ترحمهم لكنها ما سمعتش كلامه وحولته لقهوة وحش بيمشي على الأرض. وسألها ليه عملت معاه كده وفضلت تعذبه لسنين، فقالت له لأن تيان قلبه طيب ولا يمكن يقتل أي ملك من الملوك، وكان عايز بس يعلمه الدرس ويقول له إن ما ينفعش يتعامل بالطريقة دي مع البني آدمين. وسألته عن اختياره المرة دي بعد ما رجع، هل هيختار البشر ولا الملوك؟ فقال لها إنه فعلا عارف هيختار إيه وضربها بكل قوته، لكن اتفاجئ إنها ما اتأثرتش خالص بالضربة، وكل الموجودين فهموا إنها بكده بتجمع الأرواح وجواها أكتر من روح علشان كده ما اتأثرتش. وفعلا خرجت 9 أرواح شريرة علشان تهاجم بيهم، وقالت لهم ان ما كانش سهل عليها ابدا انها تجمع ال9 ارواح دول، ولا سهل ابدا انها توفر لهم اكل علشان يقوا ويستمروا معاها. وكل الموجودين خافوا منها، بس صعبت عليهم اكتر لانهم عارفين انها اكيد ضحت بحاجات كتيره خلت تيان يديلها القوه دي. ولما شيشينج لقى قوتها كده طار للسما وخرج جناحات النار بتاعته لدرجه انها خلت السما كلها مولعه. وقالت له شينكو انه وصل لمرحله عاليه جدا بعد ما تخلص من اللعنه، والمفروض ان المره دي يختار صح. فكان ردوا عليها انه ضربها بنار كبيره ومستمره بس برضه ما جرالهاش اي حاجه، وقالت له انه ما اتعلمش الدرس وخلت الفارس الاحمر يهاجمه. الفارس الاحمر كان قوي جدا، ضربه وقعه في الارض وقال انه غبي لانه اختار الكفه الخسرانه وبيدافع عن ناس ضعيفه مش هتفيده بحاجه، وبيعادي علشانهم ناس اقوياء ممكن يدمروه ويقضوا عليه خالص. فقال له شيشينج انه ما كانش بيحبه علشان كده مش هيفهمه ابدا. ففكروا الفارس الاحمر انه ابن تيان وعلشان كده مش عايز يموته، بس المفروض ما يستغلش ده اكتر من كده. فكان رد شيشينج عليه انه فاكر انه ابن تيان بس هيفضل ضده وضد افكاره. فقرر الفارس الاحمر ان ما يدلوش فرصه تاني، وبدات المعركه بينهم. ولما اولاد كونكو شافوا اللي بيحصل قالوا لباي كاي ان دي فرصتهم علشان يهربوا بعيد، ووالدتهم اكيد هتلاقي طريقه وتعرف توصل لهم. وفعلا اتحركوا كلهم، بس اول ما خرجوا من الخيمه الارواح المحبوسه اللي تابع شينكو ظهرت لهم وهجمتهم، بس لحسن الحظ لقوا والدتهم وباقي القبيله وصلوا لهم، بس برضه الارواح حصرتهم من كل اتجاه وما كانش في حد قدامهم عارف يعمل حاجه. فتمنت باي كاي ان وو جينج يجي ينقذهم، وكان وو جينج في الوقت ده بيتدرب كالعاده من غير ما يرتاح، لحد ما وصل لمرحله انه بقى قادر يستخدم قوته في انه يكبر الزرع. فاستغل ده وركز كل قوته وطاقته لحد ما ايده اللي كانت مقطوعه طلعت من تاني وكانت قويه جدا لدرجه انه قدر يوقف فيل بيها. وأمنية باي كاي وصلت له وعرف انها في مشكله ومحتاجاه، بس ملحقش يفكر يروح لها حتى لانه لا الارض كلها بتهتز بيه، والسبب في كل ده وصول وحوش عملاقه ليه. فمسك وو جينج جذع شجره كبير وضرب بيه واحد من الوحوش قتله، وفضل يسأل نفسه يا ترى بقاله قد ايه في الجزيره علشان يوصل لمستوى الطاقه والقوه اللي فيه ده. وقال انه حاسس انه بقاله اكتر من 2 لانه خلاص اتعود على قتال الوحوش اللي كانوا كل يوم بيظهروا له. وطبعا في البدايه ما كانش بيعرف يهزمهم، لكن وصل بيه مستواه دلوقتي انهم حتى مش بيعرفوا يلمسوه وبقى يقتلهم بسرعه جدا. وبعد ما خلص معركته جاله عمه زيو وكان فرحان بيه ان مستواه اتقدم جدا، وقال له انه وصل لمرحله هو نفسه ما وصلهاش، وقال له ان من زمان كان بيحاول يهرب من اعدائه بعد ما ساب مملكه زوج ودور على مكان بعيد وامان، وقتها لقى الجزيره دي بالصدفه. ولما دخلها لقى فيها ازهار وكائنات غريبه حسنت من مستواه وخلته يتقدم بسرعه. فاستغرب جدا وو جينج من كلامه وساله هو ليه اصلا ساب مملكه زوج، بس عمه ما رضيش يجاوبه وقال له ان دي قصه كبيره واكيد هيحكيها له في يوم من الايام. وغير الكلام وفضل يكلمه عن الجزيره وانها مصدر قوي وكبير للتشاي ومحدش يقدر يشوفها غير اللي عندهم مستوى عالي من التشاي، وقال انه بعد المستوى اللي وصل له يبقى كده خلاص خلص تدريبه ويقدروا يرجعوا لعالم البشر تاني النهارده. ففرح جدا وو جينج انه هيرجع لباي كاي، لان للاسف بعد ما الارواح حصرت باي كاي وباقي افراد القبيله جات لهم آلان وحضرت فراشاتها وخلتهم يجرحوا الكل ما عدا باي كاي، وقالت لهم انها خلت الفراشات تجرحهم علشان الارواح ما تقتلهمش. ولما باي كاي سالتها ليه اتخلت عنهم، فقالت لها انها مش هتعرف ولا تحس بيها ولا بالتعب اللي حست بيه من كتر القتال والحروب اللي دخلتها لانها من البشر العاديين.
وجت شينكو وقالت لها ما تضيعش وقتها في الكلام مع حد، وقربت من بايكاي ورمتها بسحرها خلتها تفقد الوعي. وفضلت تفكر كونكو انها قتلت زوجها بعد ما عذبته، فسكتتها كونكو وطلبت منها تقتلها من غير ما تعذبها لو هي فعلا فاكره اي ذكرى كويسه بينهم. فقربت منها شينكو وعينيها كلها شر، والكل بص وهو خايف مش عارفين ممكن تعمل ايه في زعيمتهم. وقالت لها شينكو انها مش هتموتها لكن هتخليها تنسى كل حاجه، ودخلتها جوه مصفوفه ريون. وفضلت كونكو تصرخ وتترجاها ترحمها، فقامت بايكاي ووقفت قدامها مره واحده وخلت المصفوفه تختفي. وبقت شينكو مش فاهمه ازاي بايكاي فاقت وقدرت تقف على رجليها من تاني، وامرت الارواح التسعه بتوعها انهم يقضوا عليها، وفعلا هجموا عليها. بس المفاجأة انها لقيت بايكاي واقفة وراها سليمة وبتترجاها تسيبهم يمشوا من غير ما تأذيهم، وبقت تختفي وتظهر فجأة. وقالت لها ان كان ليها صديق قديم علمها شوية مهارات، فخلت شينكو كل الارواح بتاعتها تحاصر الكل. وقالت لبايكاي اما تقول لها سرها او الكل هيموت بسببها. فجي نيراكسين وقال لها ان هو صديقها، واول ما شافته شينكو اتضايقت جدا وقالت له لو حاول يعمل لها اي حاجة فهتقتل كل الموجودين. فكان ردوا عليها انه مش هيدي لها فرصة تأذي اي حد، وادى اشارة للمحاربين المتخفيين اللي معاه كانوا عاملين حلقة حواليها، وكل واحد منهم كتفها بسلسله وفضلوا يطعنوها باسهم كبيره. وكان شي شينج لسه بيقاتل الفارس الاحمر وهما الاثنين عمالين يضربوا بعض. وقالوا ان الفتره اللي عاش فيها زومبي علمته انه ما يحسش بالالم ولا يهتم بخطوره اي قتال، لانه عارف نفسه مش هيموت في الاخر. وهجم على الفارس الاحمر بكل قوته، وبعد ما القتال استمر بينهم لفتره طويله مسكوا الفارس الاحمر من رقبته لانه كان اقوى منه بكتير، وقال له ان هو اللي وصلهم للمرحله دي. وافتكر لما كان شي شينج لسه صغير وعايش معاهم في القصر الملكي، وحاول يتدرب على الريون ويطلع الذئاب السوداء، بس ما عرفش. وجاله الفارس الاحمر وقال له انه هيدربه بنفسه ويبقى المعلم بتاعه، وفعلا بدا يعلمه كل حاجه عن الريون وازاي يتحكم فيها ويطورها. وقال له كمان ان العالم فيه ملوك كتيره، لكن عدد كبير من الملوك عندهم قدرات خارقه، ودول الملوك القريبه من تيان. وفاق على لكمه من شي شينج ليه بعدوا عنه، وحس الفارس الاحمر ان شينكو في خطر، فقرر ان ينهي معركته مع شي شينج بسرعه علشان يروح لها. فضربه وقعه ووقف عليه برجله، وقبل ما شي شينج يموت صعب عليه فبعدوا عنه وطلب منه ما يوقفش علشان ما يضطرش انه يقتله وهو لسه راجع للحياه ملحقش يعمل حاجه. وطلب منه ما يحاولش ينتقم لخطيبته ويعيش في سلام بعيد عنهم. بس شي شينج ما وافقش على الاقتراح ده، وقال انه طول ما هو عايش عمره ما هيبطل يقاتلهم. وظهر له طاير الفاينق السحري اللي اتحد معاه واداله جناحات زي ما عمل قبل كده مع شانج، وقال له شي شينج انه هيقتله وطائر الفاينق هيعذبه قبل الموت. والمره دي شي شينج هو اللي افتكر وقت ما كان بيتعلم مع الفارس الاحمر لحد ما وصل لمستوى عالي جدا، وطلب منه الفارس الاحمر انه يبقى مسؤول عن مملكه ويتعامل مع الناس ويخليهم يطيعوا اوامره. فوافق، واول ما وصل للمملكه شاف بنت فاقده بصرها اتكعبلت ووقعت، فراح ساعدها وتعرفوا على بعض، وعرف ان اسمها مينج يو، وقالت له انها مستعجله علشان رايحه تستقبل الملك الجديد مع اهل المملكه، وطلبت منه انه يروح معاها علشان الملوك ما تاذيهوش، وما كانتش شايفه ان الملك. ولما عرفت حقيقته ومرت الايام الاعجاب زاد بينهم، والخبر وصل للملوك الكبيره، ولما لموه على معاملته للبشر اللي بيقول عليهم قرود قال لهم انه اكتشف الحقيقه وان البشر العاديه ما يستحقوش المعامله دي، وان البشر العاديين والملوك زي بعض. ولما اصر على رايه وفضل يجادلهم بعتوا الفارس الاحمر لمينج يو وقال لها ان شي شينج هيقع في مشاكل بسببها، لان الملوك مختلفه عن البني ادمين وما ينفعش ملك يتجوز بشريه عاديه. فقالت له ان فعلا في اختلاف بس في القلوب، وان شي شينج كان نفسه ان العالم يتغير ويبقى فيه مساواه بين الاثنين. فقال لها ان الكلام ده مش مقبول، وهددها لو ما بعدتش عن شي شينج هيقتلها. وطبعا لما ما بعدوش عن بعض قرر تيان انه يعاقبه، وبعت له شينكو الفارس الاحمر. فقتل الفارس الاحمر مينج يو رحمه بيها علشان شينكو ما تعذبهاش، وفضل يقول ان حلم شي شينج بعالم يتساوى فيه البشر مع الملوك عمره ما هيتحقق. وفاق شي شينج من ذكرياته على نفس الجمله من الفارس الاحمر، فغضب جدا وقوته اتضاعفت. والفارس الاحمر هو كمان جمع قوته وعمل بيها عملاق هاجم بيه شي شينج. فجمع شي شينج كل طاقته واتحرك بسرعه جدا، ولما وصل له مسك ايده الاثنين بكل قوته وقال له انهم وصلوا لمرحله ان لازم حد فيهم يموت، وقال له انه عارف ان هو كمان كان عنده نفس الحلم بس ما كانش عنده الشجاعه اللي تخليه يحقق حلمه، ووعده انه هيفضل يقاتل لحد ما الحلم ده يتحقق. واخيرا قضى على الفارس الاحمر وهو زعلان انه اضطر يقتل معلمه اللي بينهم ذكريات كتيره. وبكده هتفضل شينكو في معركتها لوحدها، وكانوا محاربين الجنيات لسه مكتفينها. فخرجت الارواح التسعه وخلتهم يهاجموا المحاربين، وحررت نفسها وهربت بسرعه قبل ما حد منهم يأذيها لانها تعبانه ومش هتستحمل، وسابت آلان ومشيت. ونيراكسين هو كمان مشي وسابهم يساعدوا بعض ويتعالجوا بعد الاصابات اللي حصلت لهم، وراح ورا شينكو علشان يقضي عليها.
واول ما وصل لها قال لها انه هيقتلها قبل ما مساعده باقي الملوك توصل لها، وان بعد ما يقتلها هيقضي على كل الملوك. بس للاسف كان وصل لها متاخر، وكانت بعتت رساله للقصر الملكي بتستنجد باي حد. وفعلا الرساله وصلت لتيان، وبعت جاب الملوك وقال لهم اخر الاخبار وان شي شينج قتل الفارس الاحمر، وان شينكو محتاجه مساعدتهم. في الوقت ده كانت شينكو بتحاول تستجمع قوتها وتحارب، فعملت مصفوفه وحررت الارواح التسعه اللي معاها، وطلبت منهم يتغدوا على كل الموجودين. ولان الموجودين كانوا مجروحين فشكل الدم جذب الارواح وهجمت عليهم واحد ورا التاني. اما شينكو فقررت انها تهرب، لان طالما الارواح بقت حره وخرجت عن سيطرتها يبقى هتهاجمها هي كمان. بس قبل ما تهرب جه شي شينج وقفها، وما كانتش متوقعه ان هو اللي يكسب المعركه، ومسكها من رقبتها خنقها وقال لها انه قتل الفارس الاحمر، والدور جه عليه علشان يحرر كل الارواح المتعذبه اللي حبسها معاها. وحاولت تقول له انها ملهاش ذنب في اي حاجه لانها بتنفذ اوامر تيان وبس. بس هو ما اقتنعش بكلامها، وقال لها ان مهما العمر هيعدي بيه عمره ما هينسى اللي عملته معاه هو ومين جيو واهل القريه، وانه ما كانش الوحيد اللي عذبته، لكن كمان عذبت ارواح بريئه كتيره. فقالت له ان اللعنه لسه في جسمه وما تخلصش منها بشكل كامل، وان فاضل ايام بسيطه والقمر يكتمل، ووقتها هيحصل له زي ما كان بيحصل في مدينه الاشباح، وانها الوحيده اللي تقدر تساعده علشان يتخلص من اللعنه خالص. وراح الشيشينج ان واحد من الارواح هيهجم عليهم، فبعت بسرعه وروح هجمت شينكو وقضت عليها. وروح تانية كانت هتهجم على باي كاي، فوقفت قدامها واحده من المحاربين وقطعتها. بس الروح رجعت تاني اتكونت، لان الحاجه الوحيده اللي بتقضي عليهم هي الريون. فعملت كده المحاربه وساعدت الباقيين في محاربه الارواح. وراح نيراكسين علشان يتكلم مع كونكو، لكنها رفضت وقالت له انهم مش بيتفقوا مع حد من الجنيات ولا من العالم المظلم، لانهم وحوش واكلين للحوم البشر. فقال لها نيراكسين ان الملوك هي اللي قالت كده عليهم زي ما قالت على البشر انهم قرود، وقال لها انه كان مراقبهم بقاله سنين كتيره وعايز يتحد معاهم لحد ما يقضوا على الملوك ويعيش العالم كله في سلام من غير اي اغراض انانيه. واتدخلت باي كاي وقالت لها انه حد كويس وانهم محتاجين حد يساعدهم في حربهم، خصوصا ان عددهم قل وبقى فيهم مجروحين، وانه ممكن حلموا بان العالم يتغير وتحصل المساواه بين الكل يتحقق لو بدات الجنيات تتحد معاهم ويبقوا متساويين في المكانه والمعامله. فاقتنعت كونكو ووافقت واحتفل الكل، وكان المحاربين الجنيات قضوا على كل الارواح ولسه هيقضوا على شينكو. اخدها شي شينج وهرب بيها بعد ما ترجته يرجعها للقصر الملكي علشان ينقذوها هناك قبل ما تموت. وفي الطريق لقى مجموعه ملوك اخدوها منه وضربوه، ولما شافتهم الجنيات عرفوا انهم افضل ملوك كبيره موجوده. والملوك وهم في الطريق قالوا ان شينكو حالتها صعبه بس لازم يعالجوها باي طريقه، لان تيان وصيهم ما يسيبوهاش تموت ابدا. وقبل ما يمشوا وقفوا هددوا نيراكسين وقالوا له انهم هيموتوه لانه اتجرأ وضرب واحده من الملوك الكبار. وقالوا لشي شينج انهم هيسجنوه بعد اللي عمله مع الفارس الاحمر، ونزل واحد منهم علشان يقتلهم، وطبعا قدراته ما كانتش طبيعيه خالص. فكون بقوته عملاق حجمه ضخم جدا معاه مطرقه ضخمه زيه، فضل يدق بيها الارض، ومن قوه الضرب الارض اتكسرت واتدمرت، وكل اللي كانوا واقفين وقعوا في الارض، وعمل فيضان خلى الميه تغرق الارض. فوقفت آلان قالت للملك انها قالت لشينكو انها عايزه تنضم ليهم، واعلنت ولاءها للملوك كلها ولتيان. وكانت باي كاي واقفه جنبها، فسالها الملك عن اسمها، ولما قالت له كملت كلامها كمان وقالت له انه غلطان في اللي بيعمله. فاعتبر الملك كلامها ده انه اهانه كبيره ليه، وقرب منها علشان يموتها، وقال لها انه يفعصها في الارض زي النمله. فاستخدمت اسلوب التخفي اللي علمه لها نيراكسين علشان تبعد عن هجماته. وقتها جولوا المحاربين الجنيات وقالوا له انه هيبقى قوي لما يهاجم بنت ضعيفه، وفضل واحد منهم يهاجمه، بس طبعا الهجوم ده كان من غير فايده لان الملك ده كان قوي جدا. وقرب منهم ملك تاني قال له انهم مش لازم يضيعوا وقتهم معاهم اكتر من كده، وشق بيهم الارض نصين بعد ما جمد كل الميه الموجوده، فبقوا واقفين وسط جبال من التلج، وكانوا كلهم مخضوضين من كم القوه اللي عملت كل ده في ثواني معدوده. ولما نيراكسين شاف المعامله اللي بيعاملوها لشي شينج وانهم كمان ناويين يسجنوه، راح مديله ايده وطلب منه يتحد معاهم علشان يبقوا اقوى ويقدروا على الاقل يحموا نفسهم من هجوم الملوك عليهم. وقال له ان الملوك الموجودين ما عندهمش وقت اكتر من كده يضيعوه معاهم، لانهم مستعجلين علشان ينقذوا شينكو، وممكن هم يستغلوا كده ويمسكوا واحد منهم يحاربوه واكيد هيقدروا عليه. وقبل ما شي شينج ياخد قراره كانت الملوك بتستعد علشان تضربهم مع بعض، وفجأة لقوا الأرض انفجرت وبقى فيها فتحة كبيرة خرج منها وو جينج، وطبعا باي كاي وكل الموجودين من القبيلة فرحوا بوصوله ليهم. وكان تيان شايفهم ومتابع الموقف، وقال ان المعركة كده هتبقى مسلية أكتر. وأول حد سأل عليه أول ما وصل كانت باي كاي اللي اطمن عليها واعتذر لها على تأخيره عليها، وكان مخبي إيده اللي نامت من جديد. رجع لأصحابه ولقى مجموعة ملوك قوية واقفة تحاربهم علشان تنتقم للي حصل لشينكو، فوقف بمنتهى الشجاعة علشان يحاربهم هو كمان. بس الملوك سخروا منه وقالوا عليه قرد صغير غبي، ورمى واحد منهم جزء من سحره عليه علشان يحوله لتراب، وفعلا اختفى وو جينج. بس بعد ثواني لقوه رجع تاني هو وباي كاي اللي لحقته قبل ما السحر يجي عليه، واختفت بيه. ولما سألها وو جينج اتعلمت الحيلة دي ازاي، قالت له ان نيراكسين بقالها سنين بيعلمها. فنزل لهم واحد من الملوك وقال لهم انه هيدمرهم كلهم. فوقف له شوانج من العالم المظلم وقال له مش لازم ينساه ابدا، وبدأ القتال بينهم. ومع ان الملك كان قوي
بس شوانج كمان ما كانش سهل ابدا واستحمل وقاوم لفتره طويله، وباقي الملوك حسوا ان المعركه مع وو جينج واللي معاه مش هتكون سهله ولا هتخلص بسرعه زي ما كانوا فاكرين، ومع انهم كانوا واثقين من النهايه بانهم هيدمروهم كلهم بس كانوا متضايقين انهم هيتعطلوا. وملك تاني اسمه شيان وو هاجم وو جينج وحصره من كل اتجاه وقال له ان مفيش اي مكان ممكن يهرب فيه، والمره دي رمى عليه سحره ووقف يتفرج عليه وهو بيموت. بس اللي حصل بقى كان عكس كده، لان وو جينج قدر يخلص نفسه من تاثير السحر ورجع وقف على رجله من تاني بمنتهى القوه، وكل الموجودين قالوا ان قوته زادت واتطورت جدا لدرجه انها عملت طبقه حمايه ليه من اي هجوم، وكان عنده القوه الفطريه الخاصه بالملوك لانه ورثها من والدته. وقال للملك انه بعد تدريبات كتير للتشاي اخد جازه وهي ايد جديده وهيديله هو كمان هديه بيها، وضرب الملك لكمه بايده طياره في الجو، والكل كان واقف مش مصدق قوته. ووقفت كونكو تفتكر اول ما شافته كان عامل ازاي ودلوقتي بقى ازاي، وقام الملك اللي اتضرب ووعده انه هيموته هو وكل اللي معاه علشان يبقوا عبره لاي حد يتطاول على الملوك تاني، وخلى وو جينج واقف وبعت له تعويذه اللوتس المميته، ودي كانت عباره عن بحر دم زي الطينه غرس فيه وبقى مش قادر يتحرك، وقال له الملك انه هيفضل يغوص فيه لحد ما يغرق ويموت جواه، وازهار اللوتس هتاكل جسمه ويختفي للابد. بس اترمى عليهم سيف سحري عملاق ونزل بعدها الاف السيوف السحريه دوبت التلج اللي محاوطهم وقضت على تعويذه اللوتس السحريه، واللي كان السبب في كل ده هو يوزي. وفرح جدا وو جينج اول ما شافه، وكل الموجودين كمان فرحوا بما فيهم شي شينج لانهم محتاجين اي حد يساعده، ويعتبر يوزي زي طوق النجاه بالنسبه لهم. كل ده والقتال بين شوانج والملك التاني مستمر لحد ما سمعوا صوت سكتهم كلهم، وكان صوت الملك شين يان اللي جالهم مخصوص علشان ينهي القتال، وقال ان البشر القرود لازم يسكتوا والا هيقضي عليهم بنفسه، وما كانش وو جينج يعرفه علشان كده قال له انه بيتكلم كتير ولو ما سكتش هيعلمه درس عمره. بس لان عمه يوزي يعرفه ويعرف قوته سكت وو جينج وقال له بلاش يندفع. ومش هو وحده اللي اندفع، لان شي يان هو كمان افتكر اللعنه اللي حصلت له قبل كده وان شين يان هو السبب وقرر انه ينتقم منه. واستغرب شين يان من عناد شي شينج وانه مش عايز يفهم ان محدش يقدر يقف في وش الملوك وان هو اللي كان حاكم عليه باللعنه وكل اللي حصل له، لان تيان هو اللي كلفه بده، والمفروض انه ما يزعلش لانه خالف القواعد وكان يستحق العقوبه. ده غير ان الحكم كان قانوني والمفروض انه يحترم القوانين، وقال انه دلوقتي قدامه خيارين، اما يصمم على عداوته للملوك ووقتها هيقتلوه، او يعترف بذنبه ويحارب في صفهم ووقتها هيسامحوه. وقال له انه عايز يفهمه حاجه قبل ما ياخد قراره، وهي انه مهما عمل مش هيقدر يغير الماضي، واللي مات برضه مش هيرجع للحياه حتى لو قتلهم كلهم. بس كان رد شي شينج عليه انه هيفضل يقاتل لاخر نفس في حياته، وشاف تعيقات قدامه ان مينج يو جايه تعاتبه ان سابها تموت وفضلت تقول له انها ما كانتش عايزه تموت، فغضبه زاد جدا على الملوك. ووقتها شين يان قال له ان السبب في كل اللي حصل لانه كان عارف ان حب الملوك للبشر ممنوع ومع ذلك خالف القوانين. بس الغضب كان عمى شي شينج وخلاه ما سمعش اي حاجه من شين يان، وقال انه مش هيسامحه ابدا على اللي عمله معاه، وحاول يضربه بس ما قدرش. ودخل شين يان مصفوفه التحكم وبيها قدر يتحكم فيه بالكامل ووقعه على الارض. فرح واحد من الملوك لشين يان قال له ان المكان مش امان، ده غير ان ما كانش لازم يجي. فقال له شين يان انه قرر يجي لما لقى القتال طول بينهم وشينكو لازم تتعالج بسرعه، وامر الملوك انهم يمشوا بسرعه، وفعلا سمعوا كلامه وتحركوا. وتوعدهم الملك شيان وو انه هيقابلهم مره تانية وساعتها مش هيرحمهم وهيقضي عليهم كلهم. وقبل ما يمشي عمل اعصار في الجو علشان محدش يفكر يروح وراهم ويعطلهم تاني، واختفى وسط الاعصار. وفي الملك اللي كان بيقاتل وو جينج وقال له ان لسه ليه عمر، لان تعويذه اللوتس المدمره محدش بيقدر ينجو منها مهما كانت قوته او اساليب الحمايه اللي بيستخدمها، لانها برضه بتعرف تلاقي نقطه ضعف تدخل له منها وبتفضل تسيطر على جسمه جزء جزء لحد ما توصل لدماغه، وقتها بيموت الشخص خالص. وقبل ما يمشي قال له ان مستنيه قبله تاني وسابه واختفى. وقبل ما يمشي باقي الملوك وقفتهم لان وطلبت منهم ياخدوها معاهم لان ولائها لتيان والملوك، واقسمت بانها ندمانه على محاربتهم فاخدوها معاهم. وتفاجئ وو جينج باللي لان عملته، وطلب من باي كاي انها تحكي له كل حاجه حصلت في غيابه، وسلم على كل اصحابه وقال لنفسه ان لازم يتدرب اكتر علشان يقدر يوصل للقوه اللي تخليه يقدر ينقذ جده. وبعد ايام ركبوا كلهم مركب من العالم المظلم وراحوا بيها لمملكه ديفا علشان ينتقموا من الملوك ويحرروا فوشي من سجنه. واطمن على باي كاي وشكرته على كل حاجه حلوه حصلت له وكان السبب فيها. وراح بعدها لعب مع اولاد كونكو لحد ما شاف عمه واقف سرحان، فوقف معاه وقال له ان والده الملك شانج هو كمان حلم ان العالم بيتغير بس للاسف مات قبل ما يشوف ده بعينيه. وبعد شويه جالهم وحوش من اللي حارسه المدينه فاتخضوا كلهم منهم، بس شوانج قال لهم ما يخافوش لان الوحوش دي اصحابهم من العالم المظلم بس من مدينه جودياو. وحب وو جينج انه يختبر قوته مع الوحوش دي، وفعلا هجم على طائر منهم فالطائر جمد. ولما طلع وو جينج من التلج وقرب من الطائر الوحش وقع ومسكوا الطائر برجليه وطار بيه واخدوا معاه نيراكسين. ولما وو جينج شاف المدينه من فوق والطائر طاير بيه لاحظ ان المدينه ما فيهاش حياه خالص، فقرب منه نيراكسين ونقل له قدره علشان يقدر يشوف بيها العالم المظلم ويفهمه.
وقال انه ما عندهمش حاجه اسمها نهار، وفي حمم بركانيه في كل مكان مش عارفين مصدرها، ولما اي مخلوق بيموت روحه بتنزل عندهم، يعني العالم المظلم يعتبر عالم الارواح. وفي يوم قابل وو واخدته لزعيمهم لانه كان عامل اجتماع لكل الجنيات، وقال لهم انه مش موافق على تصرفات الملوك اللي بيعاملوهم كانهم عبيد، وانهم لازم يرفضوا الموقف ده ويحاربوا علشان حريتهم ويطالبوا بالمساواه بينهم وبين الملوك. وتحمس الكل لكلام الزعيم ووافقوا عليه وقرروا انهم يحاربوا علشانه مهما كان الثمن. ولان نيراكسين كان اخو الزعيم، بعد ما خلص الاجتماع راح يتكلم معاه وحاول يفهم منه ازاي ممكن يهزموا الملوك. فقال له الزعيم ان عدد كبير منهم مريض وبيموت علشان ما فيش علاج ليهم، والعلاج الوحيد لمرضهم هو ازهار بتنمو في مملكه ديفا. وبقى يدرب نيراكسين على القتال وعلمه كل المهارات اللي يعرفها، بس نيراكسين كان ضعيف جدا لدرجه ان الكل كان بيسخر منه. فشجعه اخوه ونصحه بانه يتجاهل اي كلام محبط بيتقال له علشان يبقى اقوى واحد في الدنيا، وقال له انه يتحد معاهم واحد اسمه شوانج وده اكبر منه بسنين قليله بس قوي جدا، وانهم لو اتحدوا مع كل مدن العالم المظلم ووقفوا ضد الملوك وتخلصوا من ظلمهم وقتها يقدروا يعيشوا على الارض تاني. وقال له وو جينج ان امنيه والده الوحيده قبل ما يموت كانت ان البشر تقاتل الملوك وينتصروا عليهم، ودي الحاجه اللي هيعملها. ولاحظ وو جينج ان نيراكسين عارف يتعامل كويس مع الوحش وكانه يعرفه. فقال له نيراكسين انه مره قبل كده دخل مملكه ديفا علشان ياخد منها الورود المعالجه لمرضهم، وقال ان مرات اخو الزعيم مرضت، والطبيب قال لها ان حالتها صعبه لانها مصابه بمرض التحجر زي الباقيين، وهيفضل جسمها يتحجر اكتر واكتر وبعد سنين قليله هتموت. واول ما نيراكسين سمع كده قرر انه يروح لمملكه ديفا ويحاول يلاقي العلاج اللي قالوا عليه، بس في الطريق وهو في وسط البحر قامت عاصفه ووقع من على القارب في البحر، وفضل يحاول يطلع تاني من على القارب بس القارب كان اتدمر ونجح انه يمسك في خشبه، وفضل عليها لمده 7 ايام في وسط البحر لحد ما لقى سمكه عملاقه، ولما ركب عليها فضل تمشى بيه لحد ما وصل لمملكه ديفا. وهناك قابل الطائر الوحش وهاجمه وحاول يقتله لان قوته كانت كبيره جدا، ومحاولش نيراكسين انه يهاجمه لانه عارف انه مش هيقدر عليه، وفضل يهرب من ضرباته بس للاسف جمده الطائر ووقعه بكتله التلج في البحر، وكان نيراكسين هيموت لولا انه افتكر هدفه ورفض انه يستسلم، وخرج من البحر وفضل يدور على الورود لحد ما لقاها، فجري عليه وهو فرحان انه هيقدر ينقذ كل الناس في العالم المظلم. وقبل ما يوصل لها وقفوا صوت جاي من وراه، الصوت ده كان صوت شين يان، وكان متضايق جدا من نيراكسين اللي دخل مملكه ديفا من غير استئذان، لان مملكه ديفا خاصه بالملوك بس. فجري نيراكسين على الورود علشان ياخد منها واحده، بس منعه شين يان بقوته وقضى على كل الورود قدام عينيه. وقبل ما يقضي عليه هو كمان كان اخوه الزعيم وصل له بعد ما عرف من وو انه راح يجيب الورود، واول ما شين يان شافه فرح جدا وقال له انه مستنيه، وانه نشر اشاعه ان الورود الموجوده بتعالج مرض التحجر علشان يجي ياخدها لانه عارف انه مجرد فار، فرماله طعم يصطادوا بيه. بس اخوه الفار الصغير هو اللي جه وبرضه خلاه يجي وراه، وعمل كل ده لانه قلقان من قوتهم، ولو ما قضاش عليهم دلوقتي هيبقوا تهديد حقيقي على حياه كل الملوك. واول ما نيراكسين عرف انه خاطر بحياته وسافر كل المسافه دي علشان مجرد خدعه اتجنن، وقال له شين يان انه هيموته هو الاول، فهاجم عليه الزعيم علشان ينقذ اخوه، بس شين يان كان قوي جدا وما تاثرش. فتواصل الزعيم وطلب من نيراكسين انه يبقى الزعيم مكانه ويرجع للعالم المظلم، وضحى هو بنفسه وقرب ضرب شين يان بكل قوته، بس النتيجه ان الزعيم هو اللي اتدمر ووقع. وكان لسه شين يان هيقضي على نيراكسين، جه الطائر الوحش اخده وطار بيه، وقبل اخوه ما يموت بعت له اخر قوه عنده وقال له ان مستقبل الجنيات كلهم في ايده. وحكايات نيراكسين دي فكرت وو جينج بوقت موت والده هو كمان، وكمل له نيراكسين القصه وقال له انه رجع للعالم المظلم وحكى لمرات اخوه اللي حصل، ووقتها لمته وقالت له ان السبب في موت اخوه وضربته بالقلم، وفضلت تعيط وطلبت منه يبعد عنها وما يحاولش يخليها تشوفه تاني، فسابها ومشي وهو زعلان من نفسه لانه لسه ضعيف ومش هيقدر يكون زعيم العالم المظلم بدل اخوه. فقرر انه يروح لغابة الدم، وهو بيتكلم مع الطائر لقى انفجار حصل في بيت اخوه فجري على هناك، ولما وصل لها مجموعة قوية قررت تستولى على الزعامة بالعافية، واي حد كان بيعترض كانوا بيضربوه لحد ما وصلوا لبيت الزعيم ودخلوا علشان يهاجموا مراته. فوقفت دافعت عنها وو بس للاسف كانت اضعف منهم، ولما وو مرات الزعيم حست بالخطر مسكت سيف وكانت هتقتل نفسها قبل ما حد يعذبها، لكن لحسن الحظ وصل نيراكسين في الوقت المناسب واخدها هي وو على ظهر الطائر وطار بيهم، خلاهم يبعدوا، ونزل هو للمجرمين اللي اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه لولا ان وانج شون جه انقذه وضرب الكل. ورجع نيراكسين لآوو وكان محبط ومتحطم ومش عارف يتصرف ازاي، فطلب منها تخلي بالها من آرو على بال ما يقضي على الفوضى اللي حاصله دي بايده وسابها ومشي. والفوضى دي استمرت ل10 سنين اتقسم فيهم العالم المظلم لمجموعات صغيره ومات منهم كتير جدا، والمجاعه والمرض انتشر بينهم. فسالوا وو جينج ازاي وصل انه يبقى زعيم، فكمل له الحكايه وقال له انه رجع لهم وقابل شوانج وطلب منه يساعده انهم يوحدوا الجنيات في العالم المظلم. فقال له شوانج ان دي حاجه صعبه جدا ومش هيقدروا عليها، فقال له نيراكسين انهم لازم يتحدوا وبدل ما يموتوا بعض يموتوا الملوك اللي كانت السبب في الخراب والناس اللي ماتت، والاتحاد ده لازم يبدا بيه. فضحك شوانج بسخريه وقال له ان لو قدر يهزمه هيبقى تحت امره، وفعلا اتقاتلوا مع بعض وهزموا نيراكسين واخدوا ولفوا على باقي زعماء المجموعات
وقدر يقنع منهم كتير وحارب أكتر. الحلقة التاسعة، وكان أقوى منهم بفضل التدريبات والمهارات اللي اتعلمها، وراح لآرو يطمن عليها ولقى ان حالتها اتأخرت جدا. حكى لها ازاي بقى قوي زي اخوه، وقالت له انها فخوره بيه واكيد اخوه كمان فخور بيه، وتحولت لحجر وماتت. وجي عدد كبير من الجنود هم اللي طلبوا انهم ينضموا لنيراكسين، وبكده يبقى رجع العالم المظلم من تاني في اتحاد مع بعضه. وقال ووجينج انه كده عارف الحكايه من اولها لاخرها. وقبل ما يقول ووجينج اي كلمه لقى السفينه بتهتز وصوت حد محبوس بيقول سيبوني. فنزل ووجينج يشوف مين اللي بيعمل كده، فلقى شيشيان متكتب بسلاسل حديد في عمود وتحول وحش تاني. وقال له نيراكسين ان هو اللي طلب منه يمنعه باي شكل انه يأذي الناس وقت ما يكمل القمر ويتحول لوحش. وفضل شيشينج يصرخ لحد ما تعب وجرح نفسه، وفضل ووجينج يتريق عليه ويسخر منه. بس باي كاي كان صعبان عليها وطلبت من ووجينج انه يساعده، وقالت له ان الملك شيشين طيب وبيحب البني ادمين، ولما بيبقى عكس كده بيبقى بسبب اللعنه، فلازم يساعدوه ويهتموا بيه لحد ما يتخلص من عذاب اللعنه دي. فسابهم نيراكسين معاه وخرج، وافتكر جزء في حكايته ما حكاهوش لووجينج، وهو ان عنده مرض التحجر هو كمان وهيموت قريب. وفي الوقت ده الملك شين يان كان عارف انهم قربوا يوصلوا، فبعت لهم الملك تاي جي والملكه ليو يو، وفعلا راحوا على مكان قريب من سفينتهم وبعتوا لهم سمك من البحر علشان يتجسسوا عليهم. اما شي شينج فذكرياته المؤلمه جت قدامه وخلت حالته تسوء اكتر، فوقفت باي كاي قدامه وفضلت تدعي له، بس اللعنه خلته يشوفها شين كو وكان هيهجم عليها، لكن وو جيج انقذها بسرعه وبعدها عنه وضربه. وسمعوا جنود العالم المظلم كلهم رايحين على سطح المركب وبيجهزوا نفسهم لحرب، فساب باي كاي مع شي شينج وخرج يساعد في القتال. وكان يو زي في اوضته بيتمرن واستجمع كل قوته، ولان آوو عارفه انهم اضعف من اي قتال اتصرفت وخافت السفينه خالص. ولما وصل الملوك ما لقوهمش وفضلوا يدوروا مده كبيره، مع انهم كانوا طايرين فوقهم بس برضه ما كانوش شايفينهم، لحد ما يأسوا وراحوا دوروا في مكان تاني. وفي الوقت ده كان شي شينج قدر يحرر نفسه، ولما جت باي كاي تهرب منه منعها، فاستخدمت اسلوب التخفي وفضلت تهرب منه. وقبل ما يأذيها حس بغلطه وحاول يفوق نفسه، وسمعوا كلهم صوت غنى سحرهم وخلاهم يخسروا التخفي اللي كان حاميهم. ده غير ان شي شينج خرج ومعاه باي كاي وصرخ بعلو صوته وخلى الملوك تعرف مكانهم وترجع لهم. وهاجم وو جينج شي شينج وهاجم عمه الملوك وساعدوا جنود العالم المظلم. ووسط كل ده لقوا اعصار بيقرب منهم، رتب شوانج كل جنود العالم المظلم علشان يشاركوا في المعركه. وو جينج فضل يضرب شي شينج، بس للاسف قوته كان ملهاش حدود لان كان معاه قوه طائر الفينق، فما كانش وو جينج قادر عليه خالص. والموقف بقى بيتعقد اكتر والملوك كلها اتجهت ليهم علشان تهاجمهم. والوحش الذئب كان ماسك باي كاي مانع ان اي حد يوصل لها بامر من شي شينج ليه، فاتصرفت آوو واستخدمت سحرها وخلصت باي كاي وانقذتها من الذئب. وراحت هي وباي كاي يساعدوا وو جينج في قتاله ضد شي شينج. وجري باي كاي وقفت قدام وو جينج علشان تمنع شي شينج انه يأذيه، فتخيلها شي شينج انها مينج يو وقرب منها، وفكروا وو جينج انه هيأذيها فبعدها من قدامه بسرعه وكمل قتاله معاه. فقربت باي كاي من شي شينج مسحت له وشه فهدي خالص. كل ده ويوزي بيحارب الملوك ومش مديلهم فرصه يضربوه خالص، وضرب تاي جي خلاه يفقد الوعي ويقع في البحر. بس اليو يو نزلت وانقذته، وكان رايح لهم في الطريق ملوك تانية اللي كانوا قابلوا وو جينج واللي معاه قبل كده. واول ملك وصل لهم كان باي ليان وكان معاه نمر عملاق. اول ما شافته باي كاي عرفت ان نمر الولد ابن اللورد لي جين، وبنعرف ان الولد من وقت ما خرج يدور على وو جينج مرجعش، ووالده بعت الحراس تدور عليه في كل مكان من غير فايده. وبنرجع تاني لوو جينج والملوك اللي وصلوا لهم بعدد كبير وهاجموهم بسحرهم وخلوهم كلهم يطيروا في الجو، ومفيش حد عرف يتصرف ولا يمنع الهجوم ده. لكن حصلت حاجه غريبه جدا، وقوه تشاي اتجمعت وعملت حاجز بينهم وبين الملوك، وحس وو جينج انه بيحلم. ولما فاق من الحلم لقى الكل جنبه بخير، وكانوا كلهم في جزيره فانتوم. وقال له عمه ان الجزيره لها قدرات خاصه، وان اكيد لما قضوا فيها وقت طويل بقى على تواصل معاها. ولما حست الجزيره انهم في خطر استدعتهم ليها، ومع ان الملوك عرفوا مكانهم بس ما قدروش يقتلوا في الجزيره، وكل اللي عملوه انهم وقفوا حاموا المملكه بتاعتهم. وراح وو جينج اطمن ان الكل بخير من العالم المظلم، بس لاحظ ان في واحد غريب واقف بينهم، وكان وو جينج نفسه يعرف مين الشخص ده، وفضل باصص عليه لحد ما الشخص ده شال الطاقيه اللي كان لابسها وطلع هو جيانج شانج صاحبه من المنجم. وفرح جدا وو جينج لما شافه، وجم بقى اصحابه سلموا عليه، واستغرب يوزي لما شافه لانه عرف ان طاقه الشاي عنده خام وكبيره جدا. وحكى لهم قصته بان في يوم حد هاجمه وفضل يهرب منه لحد ما وصل للجزيره، وهناك اتعرف على المعلم صاحب الجزيره وعلمه كل حاجه، ومن يومه هو بيتدرب لحد ما وصل للمستوى اللي هو فيه. ولاحظوا ان كونكو اختفت، ففضلوا يدوروا عليها لحد ما لقوها، وفضلوا ماشيين في الجزيره يستكشفوها. وقال لهم جانج شيانج انهم كانوا عايشين مع الملوك في سلام لحد ما جه واحد من البشر وكان السبب في خراب العالم، والواحد ده يبقى مالك مملكه زوج، وما كانش يعرف ان بكده بيتكلم عن والد وو جينج. فوقف وو جينج دافع عن والده، واول ما جانج شيانج عرف ان الملك يبقى والده قال له انه كان السبب في موت والده ووالدته. وقفوا هما الاثنين قصاد بعض يتخانقوا، فجري صاحبهم وقف وسطهم وحاول يهديهم بس من غير فايده لانهم بداوا يضربوا بعض. فسابهم نيراكسين واخد معاه
وراحوا يتابعوا تصليحات واستعداد السفينة. واستمر القتال بين جانج شيانج ووو جينج لمدة طويلة، ولأن جانج شيانج كان أقوى فكان هيقتله، بس يوزي اتصرف بسرعة وأنقذه وقال لجانج شيانج إنه غلطان في اللي بيعمله. وراحت باي كاي تطمن على وو جينج وراحوا كلهم على السفينة لأن الجزيرة هتغرق، بس جانج شيان رفض يروح معاهم. وفجأة خرجت لهم إيد عملاقة عايزة تضربهم فمنعها وو جينج، بس زقت السفينة وكانت هتوقعها فاتصرفوا بسرعة وبعدوا عنها. لكن خرج صاحب الإيد وكان اللورد سيرين حارس البحر وكان عملاق لدرجة تخوف، فكلموا نيراكسين لأنه يعرفوا وقالوا ليه يحاربهم مع إن عدوهم واحد، وطلب منه يتحد معاهم علشان يقتلوا الملوك. فقال اللورد سيرين إن مفيش قوة كافية دلوقتي تخليهم يقدروا على الملوك، ولو حاولوا يعملوا كده فأكيد هتبقى نهايتهم الموت. ده كان رأيه في البداية، بس يا ترى هيقدروا يقنعوه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. فلو عايزين تتفرجوا على باقي الحلقات ما تنسوش الأول لايك وشير للحلقة دي، وما تنسوش برضو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بالحلقة الجديدة.